صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. النهارده هنشوف جيم مش عادي بين اتنين علماء فيزياء كبار جدا، اوبنهايمر والبرت اينشتاين. جدير بالذكر ان اوبنهايمر هو الرئيس التنفيذي لمشروع مانهاتن المسؤول عن القنبله الذريه، والبرت اينشتاين طبعا غني عن التعريف صاحب نظريه النسبيه. اينشتاين بيلعب بالابيض واوبنهايمر بيلعب بالاسود. بس خلينا قبل ما نبدا الجيم استاذنك، لو لسه ما تعرفنيش انا دكتور محمد شرف ودي قناه شطرنجيون، فاستاذنك نعمل اشتراك في القناه. E4 من اينشتاين يقابلها E5 من اوبنهايمر. نايت F3 عايز البون، مفيش بون. نايت C6 وهنا اينشتاين يختار الراي لوبيز. الراي لوبيز بكل بساطه انت عامل ضغط من الاوبننج وعامل اتاكينج على النايت ده بفكره ان البون هانجد، ولكن في كذا ردود للاسود، وحتى البون ده مش هانجد بشكل اساسي. يعني مثلا في حاجه اسمها المورفي ديفنس، لما تزق على البيشوب وتقول له انت عندك خيارين، اما انك تكابشر النايت او ترجع بالبيشوب. فلو كابشر النايت بهذا الشكل وانت خدت البون الاي 5، الاسود عنده ان هو يطلع يفورك النايت والبون. طيب الفكرة هنا ان اينشتاين رجع بالبيشوب ودخل في مورفي ديفنس. مورفي ديفنس بيزق تاني على البيشوب، وبعد كده بنيجي بالبيشوب في البي 3 وضاغطين طبعا على الاف 7 بون. وهنا اوبنهايمر يعمل ديفلوبمنت محضر طبعا للكاسلينج، وفي نفس الوقت ضاغط على الاي 4 بون. اينشتاين يسيبه مفيش اي مشاكل، لان طبعا البون ده لما النايت بيكابشر سهل جدا ترجعه زي ما هنشوف. وفعلا اوبنهايمر يختار انه يكابشر البون. الفكرة هنا ان انت مهما حاولت تحمي النايت انا برضو ممكن اكابشر البون بتاعي. هنا اوبنهايمر يختار الدي 5، وهنا في حاجتين، احنا ممكن نطلع بالنايت في السي 3 عايزين ضاغطين اكتر على البون وفي نفس الوقت عاملين اتاك على النايت التاني، او اننا بكل بساطة نزق الدي 3. وهنا يختار اينشتاين نقلة نوعا ما ضعيفة. ليه ضعيفة؟ لانها فتحت المجال للبيشوب الجميل ده يجي في السي 5. فكرة السي 5 ان احنا ضاغطين على الاف 2 بون، يعني النايت والبيشوب ضاغطين على البون. وهنا اوبنهايمر ما استغلش الغلطة دي ولكن زق البون تاني، وهنا رجعت الافضلية لاينشتاين. زقة البون دي مش افضل حاجة، البونز دي سهل انها تقع جدا زي ما هنشوف. دي 3 من البرت اينشتاين يرجع النايت في السي 5. فكرة السي 5 ان هو عايز يكابشر البيشوب اللي يبدو ان هو خطير لو الدياجونال ده اتفتح، ولكن كان الافضل ان هو يرجع مكانه في الاف 6. هنا اينشتاين ينقض على البون بكل بساطة، وطبعا ضاغط على النايت اللي في السي 6. يضطر النايت انه يكابشر وبعد كده الروك تكابشر، وضاغطين كمان تشيك، والبون ده وقع من وراه. يعني لو النايت راح كده روك تيكس يعمل كفر فوركينج يغطي، وطبعا افضليه كبيره للابيض. طيب ده ما حصلش في الجيم. اوبنهايمر رجع بالنايت. رجعت النايت مش افضل حاجه طبعا، لانه فتح المجال للابيض انه يطور اتاك على طول على الكينج هات تشيك ميت. اوبنهايمر يختار نقل سيء. من هنا اوبنهايمر بدأ يقع واختار الاف 6، ودي فتحت المجال طبعا لتشيك جميلة من الاتش 5. هتعمل ايه اوبنهايمر؟ زق البون، وطبعا دي وحشة جدا لان فيها تكتيك جامد. نايت تيكس بكل بساطة عايز ديسكفر تشيك، وفي نفس الوقت ضاغط على الروك، والنايت بتاعك بيند لانه ما يتحركش، لان طبعا الروك عاملاله تثبيت. هنا اوبنهايمر ياكل بالبون، خسر الروك بتاعته بكل بساطة. كمان اوبنهايمر يعمل تبادل للقطعة الاكتف بتاعته الوحيدة يعتبر النايت اللي في السي 5، ويقوم دبه في البيشوب. تقريبا البيشوب ده عامل له ازعاج من اول الدور، ولكن هنا اينشتاين يكابشر باك بكل سهولة. كان ممكن يروح على طول بالبيشوب اتش 6 وعامل ضغط طبعا على البيند بيشوب اللي في الايه في الاف 8. هنا اوبنهايمر يطلع بالكوين دي 6، نقله مش حلوه طبعا لان فتح فكره البيشوب اتش 6 ضغط اكتر على البيشوب التاني.
هنا اوبنهايمر يفكر شوية ويقول كده كده البيشوب متاكل، فأنا هتحرك بالكينج ونشوف نقدر ندافع ازاي. كان الأفضل قبل كل ده إنه يطلع بالبيشوب بفكرة إنه يستخبى وراه بالكينج ويفتح مجال للروك إنها تدافع، ولكن اوبنهايمر يختار إنه يطلع بالكينج وخلاص فات الأوان. هات البيشوب وبعد كده يفنكت البيشوب من الناحية التانية، ولكن في ضغط شرس جدا من الروك والبيشوب على النايت. وهنا اينشتاين يختار انه يزود الضغط بنقلة الكوين جي 7. اوبنهايمر يروح بالروك التانية يحاول انه يدافع وينقذ ما يمكن انقاذه. اينشتاين مش مستعجل على حاجة. نايت بي دي 2 من اينشتاين بفكرة انه يحضر للروك في الدي 1 وهنشوف هيحصل ايه. اوبنهايمر يلعب السي 4، نقلة غريبة جدا، مش واعي خالص للي ممكن يحصل. انت حتى يا اينشتاين لو كسرت كل القطع دي في بعضها، يعني روك تيكس، روك تيكس، كوين تيكس، كوين تيكس، بيشوب تيكس، كينج تيكس، هيبقى لنا روك ونايت في مقابل بيشوب، طبعا كومبليتلي ويننج للابيض. ولكن الظاهر ان اينشتاين كان محضر القنبله فعلا الذريه لاوبنهايمر. بعد نقله السي 4 يروح على طول كوايت موف روك دي 1، محضر لاتاك من ديسكفرد اتاك من النايت في السي 4. اوبنهايمر يلعب الاي 5 وعلى طول اينشتاين ينط في السي 4 بالنايت. اوبنهايمر تيكس، دي تيكس سي 4، بيننج الكوين، وطبعا الجيم انهار بالكامل. هنا كوين تيكس دي 1، روك تيكس دي 1، كينج يتحرك، البيشوب ياكل النايت، وهنا اوبنهايمر يسلم. مش لاقي حاجة يلعبها، مش لاقي قطع، ولكن هو بس فالح يخترع لنا القنبلة الذرية ويدمر العالم. ده الجيم الوحيد اللي اتسجل بصراحة لأوبنهايمر وأينشتاين. اتمنى يكون فاتكم بالافكار التاكتكس والهجوم بتاع اينشتاين. على فكره اينشتاين ليه جيمز تانية ممكن نبقى نشوفها في حلقات جايه. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الحلقه عجبتك، وما تنساش فضلا وليس امرا نعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، واشوفك في حلقه جايه باذن الله يا صديقي يا شطرنجي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.